Ja, kannst du weiter erzählen, wie das war von Anfang an? Hast du gesehen von weit und da hast Interesse gehabt, dass du reinzukommen? Ja, natürlich. Ja, kannst du Wegen erzählen. dem bin ich ja mit reingegangen, ne, mit dir. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ne? Ja, Die viele Menschen, wo hier waren. هو كانت عنده أهمية لزيارة هذا المقام اللي شدته الأهمية لمعرفة منو صاحب هذا المقام ودخل شاف الناس يزوروه فدخل ja weiter. Ja, und dann bin ich also zu dem Resultat gekommen, ne? Also mich den Menschen anzuschließen. Ne? Ja. طبعا هو دخل للصحن الشريف وانتابه شعور جدا غريب خنقتها العبرة وقال هذه شخصية لازم أعرفها منو صاحب هذا المقام ودخل قال أريد أتبرع هاي الشخصية وقال هاي الناس اللي تجي طبعا بعد شرح طويل شرحت له عن الإمام الحسين سلام الله عليه قال أنا هاي الشخصية شخصية مو عادية وأنا أحس نفسي قريب من هذا الدين لأن هو صراحة يعني ما عنده اعتقاد احنا ما نريد نجيب الدين مالته اللي كان معتنقه اللي تركه اللي قال أنا وجدت نفسي قريب على الدين الإسلامي وقريب على هذه العقيدة اللي قاعد أشوف الناس اللي قاعد يلتجئوا لها وحسب ما شاف طبعا بهذه الأيام بالملايين ما شاء الله اللي يتجهون إلى محافظة كربلاء وقعدت ويا الزوار وأكلت تمن وقيمة وشاف الناس اجتمعوا دائرة وقال هذه يعني هذه عقيدة ما شايفها بأي دين آخر وبأي طائفة أخرى بس بعدكم موجودة هذه وأنا هاي العقيدة أقرب إلى قلبي وأحب أدخل إلى هذا الدين إلى هاي العقيدة. Ja, kannst du weiter erzählen, wie hast du dich überlegt, als du so... Ja, die ganze Zeit bis jetzt habe ich mir überlegt, ne, und bin zu dem Resultat gekommen, ne, habe ich ja mit dir oft gesprochen, ne, dass ich also zum islamischen Glaube überrede. طبعا هو ظل يفكر بالزيارة الأولى ظل يفكر عن هذا الدين وعن هاي الشخصية وتحدث معي عن هاي الشخصية ظلينا نتحدث وكل مكالمة نذكر هذا الموضوع وقال أنا لازم أجي لازم أعتنق هذا الدين يعني هذا أشوفه هذا الدين الصحيح هذا الدين القريب اللي لمس قلبي قبل ما يلامس فكري يعني فقال حبيت أنا يعني حتى صراحة يعني هو من ذاته أنا خليته ما ضغطت عليه ولا أي شيء عندما التقى بعض الشخصيات هناك هو من نفسه قال يعني حتى قاعد يقدموا له شراب وقال لهم أنا مسلم بدون بعد ما شهر اسلام ولا اي شيء بعد الزياره الاولى يقولوا انا اصريت يعني اذا جيت زياره ثانيه لهنا والحمد لله وشكر الله وفقنا وجينا بهذه الزياره يقول جيت حتى اعلن اسلامي in Karbala det är fått reda från unsere die Haupt-schiitische Imam von Sayyid al-Sistani der ist ja also du bist herzlich willkommen bei ihm. Danke. Ja. Also, als du dein Islam laut sagen möchtest, dann bei ihm Ashhadu an la ilaha 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 illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا بالحق ولي الله. اللهم صل على قل له هذه عاقبة الخير شوي هنا اللهم احيي حياة محمد وآل محمد اللهم احيي حياة محمد وآل محمد وامته ممات محمد وآل محمد اللهم احيي حياة محمد وآل محمد وامته ممات محمد وآل محمد واختم له بحسن العاقبة
اللهم اختم له بحسن العاقبة واحشره مع النبي محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشرح صدره للإيمان، 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 وأحيه على حب محمد وآل محمد، وأمته على حب محمد وآل محمد. آمين. وهناك الكثير من العقول العراقية الكبيرة والكفؤة منتشرة في أرجاء العالم، وقد تركت العراق بسبب ظروف النظام السابق، النظام الصدامي الذي كان ونحن بحاجة في الوقت الحاضر كشعب عراقي أن ننهض بالمستوى العلمي لأبناء هذا الشعب. ولذلك نحن الذي نأمله أن ينعم بلدنا بالاستقرار والأمن، وكذلك أن يواكب التطور العلمي في العالم. لذلك نحن نتقدم لهم بالشكر على هذه الخطوة، ونأمل أن تخطو بقية الجامعات في ألمانيا وفي دول أخرى المتقدمة نفس هذه الخطوة. والأمر الثاني الذي يسعدنا هو أنه جناب الأستاذ باعتباره من الكوادر العلمية متقدمة في هذا البلد الأوروبي أن شرح الله صدره للإسلام، ولا شك أن دين الإسلام دين يحث على العلم وعلى المعرفة وعلى الحضارة وعلى المبادئ السامية والأخلاق الإنسانية. وكان القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله يحثون على العلم، والإسلام يعتبر مداد العلماء، الحبر الذي يكتب به العلم أفضل من دماء الشهداء. هذه شوية راد ترجمة قوية. الشهداء ما عندهم لأنهم الذين يقتلون في سبيل الدين، يعني هذا الحبر الذي يكتب به العالم أفضل من هاي الدماء. طبعا يعني هذا اليوم نستقبل الأخ اللي سمى اسمه حسن، يعني بعد أن أعلن إسلامه بالأمس أمام سماحة الشيخ الكربلائي، واليوم زار الإمام الحسين سلام الله عليه برفقة الأخ السيد رئيس مجلس محافظة كربلاء والأخ عضو مجلس محافظة كربلاء، أنه زاروا العتبة وزار الإمام الحسين. وكما ذكر الأخوة أنه لم يستطع الوصول إلى الضريح لأن أخذته حالة من الرهبة ومشاعر، يعني مثل ما هو وضح، يعني أكو مشاعر غريبة انتابته بالعام الماضي، وعلى أثرها قرر أنه يعني يسلم. احنا حقيقة يعني هذا أمر مفرح أنه نرى، خاصة أنه هذا الإنسان هو مو من الناس العاديين، يعني إنسان مرسل ومبعوث من قبل جامعة عريقة في ألمانيا، هي جامعة هامبورغ الألمانية، يعني اللي عقد اتفاقية مثل ما بين الأخ رئيس مجلس محافظة كربلاء. ونتمنى يعني أنه هذه القضية الحسينية وهذه القضية زيارة الإمام الحسين وهالناس اللي يراهم البعض أنه يأتون مشيا على الأقدام أنه ناس بسطاء وناس يعني أنه يعني هذه دليل على التأثير الكبير اللي تحدث هذه الزيارة وهذه الأمواج من أبطال الزيارة. يعني الناس
الزائرون الذين يأتون. يعني هذه المسيرة السلمية تترك آثار كبيرة، ولذلك تراها محاربة ومستهدفة من قبل الأعداء. يعني احنا كلش فرحانين حقيقة بهذا التحول لهذا الأخ، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزق حسن العاقبة، وأن يجعل إلى الأخير مستمر على هذا الإيمان والتواصل، وأن يزيده يعني إشراق في قلبه. ويعني ما أقدر أعبر إلا أنه نور الحسين سلام الله عليه هدى هذا الرجل، يعني من خلال دخوله، مجرد دخوله إلى الصحن الشريف يعني تأثر بهذه القضية. يعني فإن شاء الله يعني العتبة هي بالتعاون مع الأخوة في المجلس متواصلة في دعم هذه يعني حقيقة هذه الجهود، من أجل أن يعني دخول الناس، يا ريت نكون يعني في واسطة إلى دخول الناس للإسلام بالتعاون مع الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نعيش هذه الأجواء الروحانية في ضريح الإمام الحسين عليه السلام. جلسنا مع سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبحضور الوفد الألماني، الوفد الذي زارنا إلى مدينة كربلاء. هذه الزيارة الثانية بعد الزيارة الأولى. حضرنا مع سماحة الشيخ عبد المهدي وتناولنا الأمور العامة بالمدينة، ومن ضمنها مشاركة الوفد الألماني في مدينة كربلاء المقدسة. وقعنا وثيقة تعاون مع الوفد الألماني. الوثيقة هي لغرض إيفاد طلبة كلية الطب، وعددهم 13 طالب من مدينة كربلاء إلى جامعة هامبورغ الألمانية. كانت هذه المبادرة من قبل هذا الوفد. تعرفون بأنه بالنسبة إلى الدراسة مكلفة جدا، ولكن المبادرة من قبل وزارة الخارجية الألمانية أن تكون مجانا إلى مدينة كربلاء المقدسة. وأيضا بحضور الأخ الألماني تم إعلان إسلامه أمام سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وهذه أيضا بادرة رائعة وتوجه عظيم لدخول الدين الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. الحمد لله بمنة من الله عظيمة، وكما عهد الله سبحانه وتعالى على أن نعمل بكل ما أوتينا من إمكانيات لخدمة هذه المحافظة المقدسة ولخدمة ديننا وبلدنا. فكان هناك حركة في الحكومة المحلية على مستويات كثيرة، ولعله حركة الاستثمار والإعمار هي من الأمور المهمة لدى الحكومة المحلية. ولكن الاستثمار لم يكن متجها في جانب واحد، لم يكن في مجال الإعمار والبناء فقط، إنما الاستثمار على المستوى الروح، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الإنساني. وبذلك كان كلما يأتي وفد من خارج العراق من بلدان أوروبية أخرى، قبل أن نشرح له إمكانياتنا الاقتصادية والمادية نشرح له إمكانياتنا الروحية وهذا الدين الحنيف وهذا المكان المقدس وهذه المحافظة المقدسة وما فيها من وما يحمله من رفات ابن أمير المؤمنين وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك كان تتويجا هذا اليوم، إعلان إسلام هذا الرجل الذي هو من ألمانيا، وهو من ممثل لجامعة هامبورغ. جاءوا إلى الحكومة المحلية، عقدنا معهم مذكرة تفاهم، وقعنا معهم من أجل هذه المذكرة تتيح لنا أن نرسل 13 طالب للدراسات العليا في التخصص الطبي. وبعد ذلك كان هناك إعلان وإشهار إسلام هذا الرجل الذي هو اسمه جيرهارد، والذي أراد أن يكون اسمه حسن، ولحسن حظه أنه أعلن إسلامه في أطهر بقعة على الأرض له هي كربلاء المقدسة، ومرقد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وأمام سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. كان هذا اليوم، وكان لنا كذلك توفيقا كبيرا الله سبحانه وتعالى أن نكون قد حضرنا هذا الإعلان. حقيقة أن انتشار الدين الإسلامي وخاصة مذهب آل البيت في أوروبا عموما وفي ألمانيا يتم بصورة سريعة نتيجة وجود جالية عراقية كبيرة هناك، ونتيجة اطلاع الشعب الألماني بطبيعته شعب مثقف ويحب الاطلاع على حضارات الشعوب. لذلك ونتيجة وجود هذه الجالية وإقامة مراسيم العزاء في أكثر المدن الألمانية في المناسبات الحسينية،
فبدأ الشعب الألماني يحاول الاطلاع ومعرفة كنه الدين الإسلامي ومذهب أهل البيت. وهناك أعداد كبيرة من في ألمانيا دخلت الدين الإسلامي وعلى مذهب أهل البيت، والحمد لله. وحسب معلوماتي الكثير هناك يأتون إلى الجالية العراقية ليعلنوا إسلامهم ودخولهم في الدين.